ينتمي دوار تيزي إلى جماعة ويسلسات التابعة لإقليم ورزازات، ويتميز هذا الدوار بطابعه القروي الأصيل، رغم أن العديد من أبنائه يقيمون في المدن أو خارج أرض الوطن، حيث يعودون إليه في الأعياد والمناسبات، سواء لحضور الأفراح أو لتأدية واجب العزاء في الجنائز وفق النمط ذاته في باقي الدواوير. وقد عرف رجال تيزي على مدى تاريخ حافل بكون جلهم من الفقهاء وحفظة القرآن، الأمر الذي صار في طريق التغيير، حيث لم يتبق منهم إلا قلة ممن تجاوز 50 من العمر، وقد كان جلهم من خريج المدرسة العتيقة لتمكديشت بتفراوت. ويبدو أن التغيير الحاصل ناجم عن ارتياد جل أبناء الدوار للمدارس العمومية، وهو ما أفضى إلى نسبة مهمة من شباب الدوار تمتهن مهنة الأستاذية، وغدا فيهم مهندسون وتقنيون وغير ذلك من الوظائف العصرية، بل وحتى في صفوف الإناث منهم. ويرجع نجاحهم إلى تاريخ تيزي المليء بصور تقدير العلم وأهله، وهو ما نجم عنه هذا الزخم الجميل من الرغبة والإرادة والإصرار على النجاح في صفوف أبنائها. تقع تيزي جنوب بلدة طازناخت على بعد 8 كيلومترات، تحدها دواوير تيمجشت غربا وأسرسة شرقا وتمدوزقاز جنوبا، وتقع أراضيها على امتداد جغرافي واسع تبلغ منطقة أزغمرزي التي تقبع فيها أراضي زراعية خصبة والممتدة على سهول وادي أزغمرزي بالقرب من سلسلة جبال الدير التابعة للأطلس الصغير، حيث تساهم مزارع أزغمرزي بأكبر نسبة من المحاصيل الزراعية لأهل البلد، حيث يتم فيه إنتاج الحبوب عن طريق التناوب بين الشعير والذرة، وتوفر أشجار اللوز والزيتون كحاصل إضافية تساعد أهل البلد على مردودية أراضيهم، ويوفرون مساحات أخرى لزراعة الفصة باعتبارها علفا لمواشيهم، وبعض القطع من تلك الأراضي لزراعة الفول والبصل والجزر واللفت وأنواع أخرى من الخضار، كما يتيح لهم المناخ إنتاج الرمان والمشمش والبرقوق والعنب والتين والتفاح، وهي كلها محاصيل تساهم بنسبة متفاوتة في موازنة كافة المصاريف التي يتحملها أهل الدوار في جلب الماء من جوف الأرض، سواء من خلال مضخات تعمل بمحركات الديزل أو عن طريق مضخات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الألواح الشمسية التي يركبونها في سماحة من أرضهم. وقد أدى توالي سنوات الجفاف إلى تراجع الكثير من المحاصيل وتخلي الكثير من أهل الدوار عن أراضيهم، ما جعلها عرضة للجفاف ويبس الأشجار، وذلك لعدم قدرة البعض منهم على تحمل تكاليف حفر ثقب ارتوازي واقتناء ألواح شمسية لتجهيز أرضه بها. لكن مجرد عودة الأمطار وفيضان وادي أزغمرزي يحيي الأمل في نفوسهم سريعا، فيعودون بشكل طوعي ممتلئين بالرغبة والإرادة إلى أنشطتهم الفلاحية، فيحاولون مجددا إحياء أراضيهم بقوة سواعدهم. وهنا بالشرق بين موضع الدوار ومزارع أزغمرزي مشروع رأى النور على أراضٍ منبسطة كانت فيما مضى بساطا أخضر يزرع بالحبوب والذرة. يبست الأرض وغدت جرداء بعد أن تقلص صبيب الينابيع، لم تعد المياه تصل إليها فما عادت تنتج شيئا. ثم وفي غمرة من الزمن استثمرت ساكنة الدوار طاقات أبنائها الذين امتلكوا أفكارا جديدة، وأسسوا تعاون فلاحية
أطلق عليه اسم تلة من هذه التلال، بارزيان، اسم له حمولة تاريخية أكثر منها جغرافية. هذه السهول المنبسطة التي كانت يوما مجرد صعيد تذر الرياح ترابا، غدت بقوة السواعد ومساعدات مؤسسات الدولة ومنظمات دولية. أراضي تنبت ذهبا، مساحات شاسعة زرعت بالزعفران، وأصبحت تنتج واحدة من أغلى التوابل. هنا بناية شيدت لتكون مقرا تأوي إليه نساء الدوار لاستخراج بتلات الزعفران بعد جني أزهاره. وهنا أشجار مثمرة من الخوخ والمشمش والزيتون واللوز والتين. كثيرة هي المحاصيل التي أصبحت هذه الأراضي تنتجها بعد أن جلب الماء من باطن الأرض بفضل تقنيات معاصرة. ألواحا للطاقة الشمسية تنتج الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات، وخزانات مياه يصل عمقها إلى ما يزيد عن 15 مترا تمتلئ بالماء الذي يروي كل هذه المحاصيل. لا شك أن هناك بعض العقبات التي تواجه المشروع وتؤخر تصدره لأكبر المشاريع الزراعية في المنطقة، ولعل أكبر عقبة هي الهجرة السكانية إلى المدن التي تبعدهم عن الدوار لفترات طويلة من السنة، وهو ما يجعل الساهرين على المشروع في حاجة لأياد تعضد إرادتهم وتطوعهم، فلا يد واحدة تصفق. ونجاح مشروع التعاونية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، جهود لا بد وأن تصنع المستحيل، كما ظهرت كل هذه الأفكار وتجسدت على أرض الواقع بفضل صبر وعزيمة الكثيرين من أبناء وبنات الدوار. أما على مستوى الدوار فإن الحقول التي تروى بمياه الساقية، ساقية تيزي التي تتهادى من مسافات طويلة بدءا من أغبال تيزي الكائن بمنطقة أجدال بدوار تمجيشت، فما زالت هذه الحقول تتمسك برمق الحياة بما فيها من أشجار اللوز والزيتون. هذه الحقول التي شكلت على مدى يزيد عن 2.5 قرن من الزمن الدافع الأول لاستقرار سكان تيزي بهذا الموضع. وقد تغير موضع الدوار مرارا بسبب نقص الماء وضيق المساحة المتاحة للتوسع العمراني، حيث انتقل الناس من موضع تيغرنت في أواخر القرن 19 إلى منطقة المضاع أقديم، ثم منه إلى الوضع الحالي حيث أصبحت البنايات متباعدة تتنامى باتجاه الشرق والجنوب. ولا زالت شواهد الماضي حاضرة تحكي تاريخا مجيدا لتيزي. ولعل قصبة أدبامران الواقفة بشموخ تشرف على ساحة أسراج لأكبر شاهد على عبقرية وبراعة الأمازيغ. القصص التي أبى ذويها من الأحفاد تركها عرضة لعوامل الزمن التي تفتتت الصخر والحجر، ولعل ما تتجلى به البنايات المحيطة بها لأكبر شاهد على ما قد تؤول إليه. خراب لا يبقي ولا يضر، حول كل شيء إلى غبار وأكوام من الطين والحجر، وكأن كثير من الأصوات لم يتردد صداها في بطن هذه البقاع. كثير من الأهازيج التي تبت الأفراح في قلوب ساكنيها. هنا بأسراج كانت القوافل التجارية القادمة من طمعروفت إزناغن إلى بلدة طزناخت القصبة، حيث كان يقام السوق الأسبوعي أيام السبت والأحد. ولعل كون الكثير من التجار اليهود جعل هذا السوق متميزا بطابع يمتزج فيه التسامح الديني والعرقي. كانت القوافل القادمة من إزناغن تقضي مساء الخميس والجمعة بمنطقة أسراج قبل أن تواصل طريقها إلى طزناخت
فتلتقي هناك بالقوافل القادمة من تاليوين والمتجهة إلى أغدز. وبهذا غدت تيزي نقطة التقاء لمختلف الأجناس والأعراق، وكأنه سوق ثقافي قبل أن يكون سوقا لتبادل البضائع والمحاصيل. وقد بلغ أوجه في عهد القائد عبد الرحمن تموسة، والتي امتدت سلالته وأحفاده إلى دوار تغدود ودوار تاسلا بمنطقة إتسمغان التابعة لأغدز. ولعل الحيوية التي عرفتها تيزي في عصره كانت سببا في ذلك. وها هي قصبته الشهيرة بأقواسها وشرفاتها، والتي كان ينظر إليها على أنها حصن منيع. غدت أطلالا تهاوى كل شيء فيها إلا جدر ما زالت تقاوم الجاذبية، ولن يطول بها الزمن قبل أن تتهاوى لتصبح أثرا بعد حين. مسجد تيزي مسجد عريق بني في الثمانينيات من القرن الماضي، وتم ترميمه وتوسعته في العقدين الأول والثاني من هذه الألفية. كثيرة هي الآثار التي أنمحت لتترك الفضاء لمدرسة الإمام مالك لتحفيظ القرآن الكريم لتخرج إلى النور، مدرسة شيدت لتكون امتدادا لمجد كان سكان تيزي من أهله. فبعد أن ألف أهل تيزي سماع ذوي حفظة القرآن في هذه الأرجاء، وامتزجت أصواتهم بأصوات الماضي تصدح بآيات كتاب الله صباح مساء. ما خلاو راسو تخدم المدرسة القرآن، ما خلاو راسو كيسقر الدراري. ايوا غير مع الوقت تلا كورونا صافي كلشي ما الا يتحبس صافي الدول ما يدير. المهم اولا المدرسة تبنى 2012 تكون تاتينا يا السيدي لاقيس جعين رشيد السي رشيدي تزها نقطة المدرسة نيت كربي يسوقنا تبارك الله يفك ربي الخير تزها نيت الوقت مزيان. ومن بعد السي رشيد الصابن دلا قيس كدا السي الحاج يبيد وانا حتى كان حضرنا في الساقرة من بعد 2019 لا كورونا الناس بقن المدارس قن الجوامع كل ما يعني قن. والمهم كذا يعني المدرسة مثلا كذا أصول تجي العشوائية لنا كذا خصك ترخصة خصك يكسولد هذاك لا بد دير الرخصة عاد من بعد عاد أدخل المدرسة. تسكين من الرخصة ورا تسكين؟ ورتا لو كنت تسكن ولكن ورتا تفهم ورتا. أما المدرسة مثلا كلشي تجهز المسائل نس الفراش نس المواعن نس كلشي لا يجلس الحمد لله. غير مثلا خصك مثلا تسكن مثلا ولا كاين المسؤولين من الخير هذا اسكن الرخصة من بعد ان شاء الله اسكن ان شاء الله يحضرنا هذا التوراه القرآن العظيم. ها هي مدرسة الإمام مالك غدت مجرد بناية خاوية على عروشها. أوقفت جائحة كورونا عجلة الزمن بها، توقف كل شيء، ولأنها بنيت بسواعد أهل البلد وبمساعدات أهل الإحسان والغيورين من أبناء تيزي فقد شيدت على بقاء. هكذا تبقى تيزي رغم ما اعتراها من تحولات طبيعية واجتماعية واقتصادية، عنوانا لصمود الإنسان الأمازيغي وارتباطه العميق بأرضه وتاريخه، بين ماض عريق يعبق بعبقرية الأجداد في الفقه والفلاحة والتجارة، وحاضر يسعى بكل جهد ليحافظ على هذا الإرث ويطوره عبر التعليم والمشاريع الجماعية، من الحقول الممتدة عند وادي أزغمرزي إلى تعاونية الزعفران التي نبتت في أرض كانت يوما قاحلة، ومن أقواس القصبة التي ما زالت تتحدى النسيان إلى مدرسة الإمام مالك التي تنتظر أن تعود إلى مجدها. تظل تيزي قصة أمل تتجدد وعنوانا للانتماء في انتظار عودة أبنائها ليستكملوا بناء الغد على أسس الماضي المجيد.